ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده هنعمل، بدل ما كل مره بعمل لكم اكل مصري او اكل سوداني، النهارده هنعمل اكله هنديه كده اسمها بهاري لحمه مفرومه ستايل. فتعالوا نشوف الطريقه ونخش على الفيديو على طول ونشوف الاكله الحلوه دي اتعملت ازاي. يلا بينا. ادي كده يا ست الكل، انا هقول لك على حاجه. لو ما عندكيش البهارات الجاهزه دي، عشان هي بتيجي جاهزه كده فيها ملح وفيها كل حاجه اللي انا هحطها. لو ما عندكيش البهارات دي، تجيبي ملعقه كبيره من الكزبره الحب تحطيها في طوه، وتجيبي ملعقه صغيره من الكمون الحب برضو، وأربعة خمسة من الشطة الحمراء المجففة، وتحطيهم في طوة وتحمصيهم. وبعد ما يبردوا تروحي، فهتطلع معاكي نفس الطريقة. هي البهارات دي أنا عندي جاهزة، دي لو ما عندكيش انت البهارات جاهزة. عايزة كده يا ست الكل 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت براحتك خالص، أنا سيحتها شوية كده. وملعقة كبيرة من توم الجنزبيل المفرومين، ودي شوية ملح لأن أنا البهارات بتاعت اللحمة أصلا فيها ملح، فهخلي بالي. بس انتي لو عملتيها في البيت القطع، أنا هكتبها لكم على الشاشة، ما هيكونش فيها ملح. ادي كده، دي 400 جرام من اللحمة المفرومة، ما فيهاش أي دهن، ممكن تجيبيها بدهن. هنحط السمنة بتاعتنا والثوم والجنزبيل وشوية الملح عشان نلخبط الحاجات الحلوة دي كده مع بعض. لازم نخلي اللحمة بتاعتنا في التلاجة على الأقل ساعة كويس. بعد الساعة نيجي نشوف هنعملها. ادي كده يا ست الكل، بعد ما عدى علينا ساعة للحمة بتاعتنا المفرومة، حطيناها في التلاجة. عايزين بصل نص كوباية من الكباب المعيارية، انا عندي جاهز اصلا دي المحمر، فنص كوباية زي ما شايفة كده. وعايزين كوباية من الزبادي، وعايزين ملعقة صغيرة من الكركم. ودي البهارات اللي قلتلك عليها انا عندي جاهزة كويس. لو عندك البهارات الجاهزة دي، انا حطيت ملعقتين صغار من البهارات. ودي شطة خضراء، انا حطيت واحد لان بتاعتنا بصراحة سبايسي. فهنجيب اللحمة بتاعتنا ونحط ده كله ونخليها تاني في التتبيلة شوية. ادي كده اللحمة بتاعتنا، نحط الزبادي، كل البهارات اللي انا قلت لكم عليها دي نحطها ونخليها تاني نص ساعة في التتبيلة تاخد وتدي مع بعض كده، ونقلبها. وادي كده يا ستي الكل، ظبطت الملح بتاعها زي ما قلت لك. وممكن تزودي، حطي ملعقتين كبار من البهارات الجاهزه لو هتشتريها من بره. هسه انا هخليها في التتبيله الحلوه دي كده، احطها في التلاجة يعني على الاقل ساعه او نص ساعه. ادي كده يا ستي الكل، عايزين الوok بتاعتنا ونحط زيت حلوين. انا ملخبطاها بملعقه صغيره من السمنه، ونخليه لغايه لما يبقى سخن. ونطلع اللحمه من التلاجة ونحطها. ادي كده يا ستي الكل، نجيب اللحمه معانا ونقلب اللحمه كده بتاعتنا على نار عاليه. ادي كده يا ستي الكل، بعد ما قلبنا اللحمه بتاعتنا كويس كده واتفرتكت من بعض، نجيب كوبايه من الميه ونحط النار على نار متوسطه، ونغطي عليها لغايه يعني نديها كده ربع ساعه كده، ونشوف اللحمه بتاعتنا دي. وطي النار. هنا ممكن تظبط الملح بتاعك، شوفيها لو محتاجه ملح حطي، لو مش محتاجه خلاص نغطي عليها. تعالي كده يا ستي الكل نشوف مع بعض اللحمه بتاعتنا الحلوه دي. شايفه كده الزيت طفح على السطح تمام. بعد كده هجيب ملعقتين كبيره، انا عندي ده جاهز، ده الحمص اللي احنا بناكله زي التسالي وكده. لو عندك يعني ما عندكيش بودره، اصحنيهم وحطهم على اللحمه بتاعتنا دي، ونقلب كويس، نخليها كده تاخد وتدي مع بعض. الحمص اللي حطيناه ده. ادي كده يا ستي الكل، عايزين ملعقه، نص ملعقه صغيره من الجرام مسالة كده، ونقلبها برضو. وهنا نقفل النار بتاعتنا، ونجيب عصير ليمون نحط عليها ونقلب. ده اخر حاجه خلاص. بعد كده انا قطعت جنزبيل فريش جوليان كده، نحط عليه كده شطه خضراء، نقفل كده شويه كده. ادي كده يا ستي الكل، نفتح مع بعض كده. مقولكيش على الريحه فظيعه. نعمل كده، نفسح كده شويه، ونجيب بوله كده. انا عملت فحمه، نجيب حته زيت نحط كده ونغطي عليها كده يا ستي الكل. معانا دي أكلة هندية كده، قلت أجربها معاكم النهاردة. وسخنت عيش كده، وتاكلي ممكن جنبها بصل تقطعيه كده. هي مش سبايسي، حلوة. لو تحبي ان تكون سبايسي اكتر من كده، زودي في الشطة تمام، او زودي في البهارات.
شايفة كده صراحة خطيرة خطيرة. فده كان الفيديو بتاعنا. لو عجبتك الوصفة يا ريت تجربيها وتقولي لي في كومنت حلو جربتيها ولا لا، لغاية لما تيجي فيديو جديد إن شاء الله.